براحتنا. يلا نبدا بقى على هادي بقى، فاهم؟ نعمل العظمه. اقول لك على حاجه، عظمه كل اقول لك على مره. حاجه، اقول لك على حاجه يا نور. قول. احنا نبدا. والله نعمل العظمه ده بتاع كل مره. بص، على الرغم من تفاهة العنوان اللي هو طموح وتيجي بالسلامة، هي قالش رخيصة، بس فعلا لو الموضوع جدي وفعلا لازم نتكلم عليه، الموضوع ده بجد والله، يعني لأن الموضوع الموضوع بجد مهم. اه على قد ما هي حاجة فعلا حلوة وتودي الناس لفوق السما، بس ممكن توقعك تحت الأرض وما تقومش منها تاني. بتبقى بسبب ضغوطات، يعني انت حواليك كميه ضغوطات عليها، سواء ضغوطات نفسيه منك نابعه منك انت شخصيا، ان انت عايز تبقى في الحته دي وتروح تيجي بالسلامه بجد، فاهم؟ يا ضغوطات، يا ايه؟ ضغوطات، بلاش تعليق على الكلام. على فكره انا الاول في الفيلم ما سمعتهاش في الاول. يا ضغوطات جايه لك من بره. طب ماشي، يعني من وجهة نظرك يا يوسف، هو الطموح اللي هو فعلا مبالغ فيه الضغط بيجي من المجتمع ولا من توقعاتك انت؟ بص يا دي، انا عاوز اجاوب بالمنظورين، لان ماشي. انا ساعات انا نفسي بتحط في المنظورين، ساعات ببقى الضغط من جوايا انا، وساعات بيبقى الضغط من المجتمع. ماشي. يعني مثلا بالنسبه للضغط بالنسبه لنا، انا دلوقتي مثلا عاوز ابقى في حته معينه، الشاب الجامد المشهور، الواد الفتيق الجامد اللي مفيش منه اتنين، فاهم؟ اللي معاه عربيه وعايش في مستوى معين، اجتماعي معين، طبقه معينه. حلو. توصل لها ازاي؟ توصل لها ازاي؟ ده فاهم؟ كنت طموحنا كلنا الحمد لله حرفيا يعني. حرفيا توصل لها ازاي؟ للاسف الاجواء اللي احنا عايشين فيها والظروف اللي احنا عايشين فيها هي ما تساعدكش بشكل او باخر. لازم نوضح ايه هي الظروف يعني. بالظبط، بشكل او باخر مش هتساعدك. دي بقى الحته دي اللي هتنقلنا لايه؟ للضغط المجتمعي. ان انت دلوقتي المجتمع ضغطك في حته معينه، ما تبصليش كده على صراحه. انا بسمع والله المجتمع ضغطك في حته معينه وحطك في زوم معينه انت مش عارف تخرج منها، وفي نفس الوقت متوقع منك الافضل، على الرغم ان هو اللي ضغطك، بس هو متوقع منك الافضل دايما. اشتغل عشان تاخد خبره، انت معكش خبره عشان اشغلك. بالظبط، فاهم؟ وانت لاي، هو فعلا الضغط بيجي من المجتمع ولا من توقعاتك انت بقى؟ لا، هي توقعات بالنسبه لي يعني ما تحطكش في ضغط، الا يعني لازم تحط توقع معقول عشان ما تضغطش نفسك. لكن بالنسبه لضغط المجتمع طبعا هو بيضغطك، اللي هو لازم تطلع بقى يعني مثلا دكتور، ده كده بيضغطك انك مثلا انت مثلا طموحك مش انك تبقى دكتور مثلا او في الطب او في العلوم، طموحك مثلا تبقى مثلا رياضي، فهو مثلا بيضغطك ان دول اللي هم الصفوه او دول احسن حاجه، الطموح المثالي. من وجهة نظرهم هم طبعا. طب تعقيبا على كلامك، انت بتقول مثلا الطموح الطموح مثلا يبقى معقول، هل انت شايف ان كلمة طموح ومعقول يعني اتنين بيبقوا في كفة واحدة، ولا يعني ده في كفة وده في كفة؟ لان في ناس مثلا بيبقى عندها الطموح ان انت تعمل حاجة خارقة، حاجة ما حدش عملها قبل كده، لا تمام؟ ده مش طموح، ده اسمه كده يعني خيال مثلا، مش عارف اسميه خيال. ايه، ممكن يكون خيال. عادي، عارفين نيل ارمسترونج اللي هو اول راجل حط قدمه على القمر والحوارات بتاعتهم دي، هو كان راجل ريفي عايش في قرية وكان فعلا طموحه كده. ماشي بس فهي انت ممكن يتحقق ده طموح عادي. خارق يعني ما لا، حدش مش طلع قبل خارق. كده مثلا. بس طلع بعد فهي منه عادي كتير. ممكن ايه طلع بعد منه كتير. قبليه. ما لا، طلعش هو اول ماشي. واحد، بالظبط، هو اول واحد. فهي كانت حاجة خيالية برضه بس عملها. يعني انت شايف ان عادي ممكن يبقى واحد حاطط طموح عالي جدا لنفسه وطموح خارق وطموح ما حدش عمله قبل كده، بس ده برضه هينقلنا لحته الضغط النفسي منه. طب الضغط تعالى طالع من نسأل جواه. مثلا حاجة تانية. تمام. يعني انت طموحك اللي هو دلوقتي، مش هسأل عنه، بس طموحك انت جاي من نفسك انت، من قرار انت نفسك، ولا من الناس اللي حواليك بناء على الناس اللي من حواليك؟ سنه كان من الناس اللي حواليا، من دلوقتي من انا. اتغير ولا زي ما في فرق؟ لا، اتغير لان الناس متوقعه لي اللي هو البني ادم الطبيعي اللي ماشي بيصير طبيعي. طالب يدخل في ثانويه عامه، يخلص ثانويه عامه، يدخل الجامعه، يخلص الجامعه، يدخل وراه جيش، وراه جيش يخش على الكليه، عفوا على الشغل، سوري، ما اتكلمتش اهو. على الشغل. انا موترك ليه مش عارف. على الشغل. ده التوقعات اللي الناس عاملاها. طب ليه ما يبقاش طالب في الكليه ومعاه فلوس، طالب في الكليه معاه عربيه، طالب في الكليه محقق نجاح في حته معينه؟ ليه دلوقتي لازم نربط فكره ان احنا دلوقتي في كليه فانت هتفضل اكاديميا فقط؟ عشان ده العرف اللي هم ماشيين عليه. ما بالظبط، ما ده بقى اللي بقول لك عليه. من سنه كان اللي هو ماشي على العرف ده وماشي على زي القطيع ما ماشي، انما دلوقتي الحمد لله في تفكير، حاجات في اتغيرت كتير، يعني بقت خلاص بقى فكره ايه اللي هو خلاص معتمد بقى على ايه، فكره ان صح. فاهم انت؟ انت شايف ايه يا لاي؟ والله بص، احنا بنكمل ايه؟ على طموحك. طموحي انت لاي، أيوة. طموحك دلوقتي جاي من نفسك انت، من جواك، وانت اللي فعلا اللي عايزه، ولا عشان اهلك، عشان ترضي اهلك الناس اللي الاثنين حواليك؟ الصراحه، الاثنين. انت طموحك مشترك بين الاثنين يعني.
يعني تكاد تكون نسبة متساوية. يعني ممكن نقدر نقول مثلا انك طموحك انك ترضي اهلك. اه طب ما دي حاجه حلوه وحاجه وحشه، يعني حاجه حلوه تماما. هي حاجة حلوة بس حطيت تحت ضغط بقى اللي هو يعني انا مش راضي اهلي، انا عاوز يعني عاوز اخلي اهلي في مستوى تاني اللي هو عايشهم بقى رفاهية وكده. وبالنسبة للوضع يا ابني ماشي، يبقى ده طموح داخلي. يبقى ده كده طموح داخلي، مش طموح عشان ماشي. الناس اللي حواليك. والطموح الخارجي نفسه بقى بيعتمد بقى يعني المعايير اللي لازم تبقى ناجح بمقدار اعلى بقى، واللي هو تشتغل شغلانه ثابته باجر عالي وبتاع وتتجوز مش عارف ايه. فدي يعني طموحات مختلفه يعني بمصادر بقى، مصدر داخلي ومصدر خارجي، كذا حاجه فاهم. طب تعالى مثلا ندي مثال كعيلتين مثلا، يعني عيلة محمد وعيلة محمود. عيلة محمد لما ولد أهله سابوه، يعني يعمل اللي هو حبه من غير ما يقول له أنت هتعمل كذا ولا هتمشي على مش عارف إيه، هتعمل اللي أنت عايزه. ده محمد ده محمد. ماشي. تمام. ماشي. فدلوقتي عيلة محمود دول بقى اللي كانوا ماشيين معاه، أنت هتعمل واحد اتنين تلاتة وهتمشي مش عارف إيه وهتاخد دروس في الموسيقى وتطلع فنان وتطلع دكتور ومش عارف إيه. تمام. ماشي حلو. عيلة محمود بقى ماشي. محمد لما كبر بقى عنده 5 6 7 سنين. مين؟ محمد ماشي. اللي أهله اللي أهله قال إيه اعمل اللي هو عايزه. 5 6 7 سنين اه. كده كده يخرب بيت الطموح بجد. انا طموحي في حياتي كان ينفع على براون رينجر. طموحي في 7 سنين كده انا اه، بس. ازاي يعني ساعتها لا، فاهم ان يعني انا مثلا- الحق اجيب كيس الشيبسي من الكانتين. لا يعني مش بس تأثير مثلا كل حاجة اللي هو خارجي أو داخلي، يعني محمد ماشي بمبدأ اللي هو الطموح الداخلي، اللي عنده حافز داخلي اللي هو يعمل حاجة اللي هو عايزها. فبقى عنده اللي هو بقى يتضايق بسرعة لما حد يطلب منه حاجة بطريقة معينة. يعني أنا قلت لك مثلا ارسم لي الخطوط دي بالعرض، يقول لك لا أنا أمشي خط بالطول وخط بالعرض، خط بالطول وخط بالعرض. محور. عشان هو مش متعود ان حد يفرض رايه عليه، هو أو مش بيحب يعمل اللي متعود. هو عايزه. بالظبط. اه. الواد محمود اللي هو عيلته حافز خارجي. اه. هو دلوقتي بقى يسمع كلام أهله وبقى إيه متفوقين وشاطر. ده عنده 7 سنين يعني في تانية ابتدائي كده ولا ثالثة ابتدائي. تمام. بس محمد لما بقى يقعد لوحده بيحس بخنقه بدقيقه كده، اللي هو مش عارف يعني مثلا مش عارف برضه هو بيعمل ايه. اللي هو عاوز هو يغير. هو بيلبي رابط اهله بس. تعال مثلا نتقدم كمان مثلا 10 سنين. قصدك محمود اللي بيرضي رغبة اهله؟ اه ما قلت قلت محمود. محمد. محمد الواد لوحده بيزهق. لا، محمود اللي بيسأل اللي هو أنا قلنا بيرضي محمود. رغبة اهله. طب تعال نغير اسمهم يا عم. حميده. علي وحسين. علي حسين. ايه علي اللي هو علي محمد اه. اللي هو انت لخبطتنا شخصيا. يا جدعان احنا اسفين معلش. بص علي اللي هو بيسمع كلام، علي اللي هو بيعمل اللي هو عاوزه، اللي بيسمع كلام نفسه بس تمام. وحسين اللي هو بيسمع كلام اهله. ماشي. عشان نبقى علي فاهمين. بقى في ثانويه عامه قد الدنيا ما شاء الله يعني. تمام. فبقى عنده مشكلة اللي هو يعني شايف نفسه مختلف عن صحابه، بيقعدش معاهم، او حتى لما بيتكلم في موضوع مختلف. يعني مثلا تخيل تبقى قاعد مع صاحبك في تجارة تكلموا عن فيزياء الكم مثلا، وتلاقي الفيزياء الكم ده بعض. اهو يعني شوف اللي هو مواضيع تانية. لكن حسن اللي هو محمود بقى ما شاء الله عنده صحاب عشان عارف ازاي يرضي هو الناس اسمه اللي حواليه. حسين، اسمه حسين يعني بقية الكلام. يا عم حسين سين يا عم. وصاد، سين وصاد. حسين اللي هو محمود سين اللي وصاد، اللي سين بيرضي وصاد. كلام ارحموا اهله. الناس، ارحموا الناس وارحمونا. حسين اللي هو بيرضي كلام، اللي بيسمع اهله وبيرضيهم. ده بقى عنده صحاب كتير وبقى محبوب ليه بقى؟ عشان ده عارف يلبي رغبتهم وتوقعاتهم وبقى من الاوائل على طول. طب لما كبروا ودخلوا الجامعه علي صح؟ ايوه صح. ايوه علي صح. اللي ايه يعمل حاجه اللي بيحبها. اه. على قد ما هو كان ذكي فعلا، بس بعد ما اتخرج بقى يعني زي ما بقول لك هو بيعمل حاجه اللي بيحبها بعيد عن الفلوس، فهو على طول مفلس عشان مش فارق معاه الفلوس، بيعمل حاجه بس اللي مبسوط. بيحبها. ولا مبسوط حتى. لا يا باشا، ما أنا اصبر عامل- شوية بقى. اصبر نمشي معاه شوف الاخر. تمام. نيجي للواد حسين. ايوه. حسين. ايوه شوف ايوه. اللي هو بيرضي. على قد ما هو فعلا بيشتغل عشان الفلوس بقى حافز خارجي عنده، حسين اللي بيرضي رغبة اهله طبعا ايه بعرف يرضي رغباته وتوقعات الناس اللي حواليه، فطلع من الاوائل ودخل طب تمام. وبقى شاطر وما شاء الله بيجتهد. تمام. ولكن لو جينا في الاخر هنشوف ان حسين على قد ما هو فعلا بيعرف يندمج مع البيئة اللي هو فيها، بس هو فعلا مش عارف هي البيئة دي فعلا مناسبة ليه ولا لا، مش عارف يكتشف نفسه عشان متعود يلبي رغبة الناس. نقدر نقول ان هو خاضع. زي ما تقول كده مش الله خاضع يعني، بس هو زي ما تقول ماشي ماشي مع التيار. ماشي مع معايير المجتمع ماشي اللي مع حواليه. التيار. لكن علي. علي علي. ايوه علي عشان اتلخبطت. علي على قد ما هو فعلا مكتشف نفسه،
بس مش عارف يتكلم مع الناس اللي حواليه او يتواصل معاهم. فهي زي ما بقول لك، هي الطموح فعلا سواء نابع داخلي او خارجي كل حاجه ليها عيب. فانت على قد ما لازم تشوف رغبه الناس اللي حواليك، لازم تعرف تكتشف نفسك، تمزج ما بينهم. يعني انت مثلا انت عايز ترضي اهلك، اهلك هيبقوا مبسوطين منك امتى؟ لما تبقى ناجح ايا كان المجال اللي انت فيه. دلوقتي يا يوسف انا عايز اسالك سؤال، ايه الفرق ما بين الطموح المبالغ فيه والطموح العادي؟ طيب، هو بالنسبة لرأيي في الموضوع ده، هو الطموح المبالغ فيه على قد ما بتبان إن هي كلمة غليظة، أو إن هي كلمة مش حاجة كويسة، بس هي ساعات بتبقى كويسة. في بعض يعني هي الموضوع بينقلب لكيسز، في كيسز بتبقى الموضوع بالنسبة له حاجة كويسة، وفي حاجات بتبقى لأ. يعني بالنسبة للحاجة الكويسة، الطموح المبالغ فيه مثلا إن مثلا كان في واحد زي ما قلنا نور ما قال في أول الحلقة، إن يبقى مثلا في مزارع، كان مزارع هو كان حلمه إنه يطلع القمر، وبالفعل مع الطموح قدر يعمل حاجة زي كده. الطموح المبالغ فيه اللي هي الحاجه السيئه بقى، ان انت تبقى حاطط توقعات لنفسك، انت كل حاجه مضطهداك ان انت تبقى في الحته دي، على الرغم من كده بتحاول. محاولاتك كتيره في طريق غلط مش حاجه كويسه. يعني لما يقول لك مثلا تبقى راكب قطر غلط، انزل في اقرب محطه، بدل ما تفضل مكمل للاخر انت عمال تخسر فلوس وتخسر وقت. انزل في اقرب محطه ليك، انت كده كده القطر انت ماشي فيه غلط وانت عارف ان هو غلط بس مكمل فيه. فده بقى اللي قلنا الحته اللي انا بقولها لك، اللي هي الطموح الوحش المبالغ فيه، اللي هي بالاسلوب او بالاسلوب اللي هي المراد بيه، اللي هي الحاجه الغليظه، الحاجه اللي مش كويسه، ان هي دي اللي بتضغطك وتفضل حاملاك في حته معينه انت نفسك تخرج منها ونفسك كده، وبتخليك اصلا مش عارف تعيش حياتك. طب ماشي، طب ده كده الطموح المبالغ فيه والطموح العادي بالنسبه لك صح؟ لا، الطموح العادي بقى ان انت مثلا تبقى نفسي مثلا اروح الاقي مثلا والدتي عامله اكل كذا، ده كده الطموح؟ ده طموح عادي. ده بالنسبه لي الطموح العادي. طب ما ممكن طموح عادي مثلا انك تشتغل شغلانه نفسك فيها. ما مثلا يعني انا بقول لك، بس انا بالنسبه لي كلمه طموح عادي ده ان هي اللي هي الحاجات صينيه بطاطس بالفراخ اول ما تروح فاهم، من اللي هي الكليه. الحاجات البسيطه، فاهم، الحاجات البسيطه. طب دلوقتي يا نور، بعد ما عرفنا راي يوسف عايزين نعرف رايك في موضوع الطموح المبالغ فيه والطموح العادي. والله شوف، يعني هو اقول لك، هو يعني هو مش طموح عادي، زي ما تقول هو طموح مقبول او نقول صحي. يعني الهدف من الطموح الصحي ده هو انك تتحسن من نفسك. لكن الطموح المبالغ فيه ممكن يكون مثلا على قد ما هي برضو حاجه عاليه قوي، بس هدفها بيختلف. هو ليه مبالغ فيه؟ عشان انت هدفك مثلا انت يا اما عايز تثبت ذاتك لحاجه ملهاش لازمه، او مثلا مش عايز تفشل. يعني انت دلوقتي قصدك ان الطموح العادي او الطبيعي هو الطموح القابل للتحقيق. الاتنين قبل التحقيق يعتبر. ماشي، بس الطموح المبالغ فيه مثلا واحد بيسعى للمثاليه او الكمال، هيحققها ازاي؟ بالظبط، ده مش هيحققها. ماشي، ما انا بقول لك فده بقى. بسبب يؤدي لايه بقى؟ ما هو اما عايز يثبت نفسه يا اما خايف يفشل. ما هو بسبب مثلا المجتمع ونظام التدريس عندنا، ان انت لو غلطت هتسقط وهتعيد السنه وهتبقى فاشل ومش عارف ايه. لكن انت اصلا انت بتتعلم لما تغلط. فلو جينا النقطه التانيه برضو، هو انت طموح مبالغ فيه مثلا يكون في دافع قوي جدا. فبسبب الدافع ده انت ممكن مثلا تركز في الهدف اللي هو السعي نحو الكمال مثلا في اي مجال انت عايزه. وده قد انت بتهمل جوانب تانية، مثلا انت مش مع اهلك، مش اصحابك، مش بتحافظ على صحتك، مقصر مثلا في حاجات تانية مثلا. هو ده الفرق ما بينهم. طب وانت لو بالنسبه لك، ردا على السؤال اللي انت سالته. انا شايف ان الطموح الطبيعي او العادي هو ده الطموح الصحي، يعني اللي هو القابل للتحقيق، اللي هو يخليك يعني حاجه معقوله تقدر تنفذها. يعني مثلا انك مثلا تخلص مثلا كنت تشتغل شغلانه كويسه، انك مثلا تاخد دبلومه، مثلا تسافر بلد انت عاوزها، تحوش مثلا مبلغ من الفلوس، ده كده الطموح العادي. اما الطموح اللي هو المبالغ فيه، حاجه مثلا يعني صعب تحقيقها، مثلا السعي نحو المثاليه او الكمال، ده شيء يكاد يكون مستحيل، او ان هو مستحيل فعلا. مفيش حاجه يعني، مفيش حد بيوصل للكمال او المثاليه. آم، الفرق بقى هنا بيحصل في ايه؟ ان الشخص اللي بيذبح لتحسين وضعه، وبين شخص يعني مش راضي باي حاجه خالص، هو عايز المثاليه، يعني يا كله يا بلاش. بس انا بقى عندي وجهه نظر مختلفه في الموضوع ده، لان الناس دلوقتي كلها اي حد مثلا تتكلم معاه يقول لك ربنا مديك 24 قيراط. طب ليه؟ يعني انت الجمله دي اساسا ملهاش اي صحه، لا في الدين ولا في المجتمع. مش بمعنى حرف، بس هم 24 متوزعين على كذا حاجه. تمام، انا معاك في كده. لا، الناس بقى ما تقولهاش بالنيه دي. مفيش مخلوق في مصر كلها عايش بيقولها بنيه ان هي متوزعه على كذا حاجه. لا، هو بيقول لك ربنا بيديك 24 قيراط، يعني انت دلوقتي معاك فلوس، فانت ما بتخلفش او مثلا في حاجه غلط في حياتك.
معكش عايش فقير فاهم، بس معاك اولاد ومعاك صحه. مش انت كده واخد مثلا الرزق بتاعك اللي هو القرارات بتاعتك، يعني مثلا واخدهم ايه؟ اولاد مثلا، في غيرك واخدهم صحه، غيرك واخدهم مثلا ذكاء او عقل. ده بقى البوينت دي بقى، دي جهل من الناس، ومعلومه غلط منتشره. الموضوع ده ملوش صحه لفه في قرآن ولا في احاديث ولا في سيره نبويه ولا اي حاجه من الكلام ده. احنا بعيدا عن الكلام عن الدين، او ان احنا نتطرق للدين، لان انا مش شخص بفهم فيه بشكل الكافي، لكن هو بشكل عام الموضوع دي جمله اصلا اتقالت في الفيلم. انت ممكن ربنا يديك كل حاجه، ليه ربنا ما اداكش كل حاجه ويدخلك الجنه في الاخر؟ يعني يديك فلوس ويديك اولاد وتعيش سعيد حياتك وتدخل الجنه في الاخر، ايه المشكله؟ ماشي، ما هو الجزء مثلا واحد مثلا يكون غني ويصرف مثلا فلوسه اغلبها على الادويه مثلا، هو تعبان. او واحد مثلا فقير مثلا وعنده عيال كتير بس هو مرتاح. ما هي دي فكره غلط، دي فكره غلط منتشره. لا هي مش غلط، لا مش ده اختبار. لا صلى على أو النبي. ابتلاء. عادي في فقير وبيتعالج، وفي غني وصحته حلوه وعنده ماشي، عيال بس وعايش بس حياة بس حلوة. يعني بس مثلا بتلاقي وراك واحد غني وبقى مثلا ما هي في كل ما هي حاجه، في الدنيا فيها كل حاجه بالظبط. هي فكره يعني كيسز موجوده، يعني كل حاجه، كل قاعده ولها شواذها. انتوا الفكره هي دي مفيش منتشرة. قاعده، هي مفيش قاعده بالظبط، هي الفكره منتشره غلط. يقول لك ربنا مديك 24 ايراد بس، وانت ما ينفعش تسعى نحو الكمال. ليه ما تسعاش نحو الكمال؟ ايه المشكله؟ ليه ما تبقاش بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجه وبترضي ربك وفي اطار معين وعايش مبسوط؟ اغلب الشيوخ اللي على الساحه دلوقتي وناس محترمه جدا وناس فعلا، يعني انا اكيد مش يعني بينه وبين ربنا اكيد ما حدش يعرفه، بس الظاهر لنا ان هو بجد ناس محترمه وناس بتنصحنا بمعلومات صح، مش ومعاهم ده- عربيات مش ده اللي وعايشين ظهر في الاعلام مثلاً. بالظبط، مش وناس بس- عايشين معاهم عربيات ومعاهم قصور وفلل وليهم بيزنس. ايه المشكله؟ نيجي لنقطة تانية مثلا في الكمال اللي هو الناس فعلا بتسعى ليه. هو فعلا الكمال امتى يكون حاجز او عقبة قدام هدفك؟ السؤال. ركز طيب ركز. قول السؤال تاني. ماشي يا لؤي، يعني انت من وجهة نظرك امتى السعي نحو الكمال فعلا يكون حاجز قدام هدفك؟ ان انا مثلا لما انا مثلا دلوقتي عارف مثلا ان انا اتخرج من الكليه تمام بتقدير كويس، فلازم طبعا اقعد اذاكر عشان اوصل للهدف ده. فانا بقى لو المكتب مش متروق وده مش متروقه وانا مش مستحمل مثلا ولبس الطقم الواو وكده مع وقاعد الساعة كده، 9 بالظبط ابدا مذاكرة. والساعه تقبل تتقسم على 5 مش عارف ايه، جت 9 ودقيقة لا نخليها لازم الساعة استنى 10 بقى لغايه ما بقى. تصير الساعه 10. فيعني يعني رخمه يعني، فاهم انت؟ ده يكون عقبه انك تحب المثاليه في كل حاجه. يعني مثلا تعمل بروجكت لازم ما يبقاش فيه غلطه، ما يبقاش فيه غلطه. فانت بقى هتضغط نفسك، هتعمل لود على الناس اللي معاك، هتعمل لود على نفسك بقى، اللي هو هتعمل حاجات مالهاش لازمه هتغلطك اكتر. بالظبط. انك تسعى للكمال بحاجه مثلا او المثاليه في حاجه مثلا زي اقول لك بروجكت مثلا كده، مهما تعمل اكيد في حاجه هتغلط يعني، حاجة هتقع منك كده. كده اذا كانت بقى ترجمه او فويس اوفر او مثلا دوبلاج هتقع. مثلا انك تتدرب مثلا على حاجه، طب بص أيوة. ما هتتدرب مهما تتدرب هتيجي مره يعني هتقلش منك. مفيش حد بيعمل حاجه مثاليه 100%، بس الناس بتعملها بتعدي 90% وكده، بس يعني ده النسبه الطبيعيه لاي احنا انسان. بنحاول نقرب للمثالية لكن آه. مش استحالة نوصل لها. ماشي يا جو، يعني انت دايما قلنا يعني انت بالنسبة لك يعني الطموح المبالغ فيه ايه اضراره عليك؟ اكيد انت مريت بمرحلة زي دي، يعني ايه اضراره عليك من الناحية النفسية؟ ده بيتعمل جوه. والله بص، بالنسبه للموضوع ده فانت بتفضل في زون ان انت عاوز تبقى في الحته المعينه دي، فانت لو مش فيها دلوقتي انت هتفضل تجلد نفسك طول الليل. انت ازاي يا بني ادم يا فسل مش موجود في الحته دي؟ ليه؟ ايه اللي يخليك؟ ايه اللي موقفك دلوقتي؟ ايه اللي واقف قدامك؟ ايه العقبات اللي لازم انت تكسرها؟ وفاهم انت ايه اسمها ايه؟ هتتجاوزها. هتتجاوزها. انت منين؟ انت من فرنسا؟ انت من فرنسا؟ انت من فرنسا؟ فبس فكرة انت ذكرت نقطة حلوة اللي انت ازاي ما ساعدش كده. انت عارف الفكرة دي اصلا يعني من ساعة ما عارف نابليون، اكيد كلكم عارفين نابليون. لما خلى التعليم للكل عادي مش مقتصر على الطبقة النبيلة، فبقى النجاح يعني مش مقتصر ان انت تكون ابني الناس معين، لا انك تكون متميز، وان جايك فلوس برضه تكون متميز بقى مستحق لاي حد. فده بقى ادى نظرة لينا لنفسنا ولغيرنا، اللي انت مثلا وانت ازاي اللي مش ناجح زيهم، انت ايه اللي ناقص فيك؟ يعني دلوقتي عادي دلوقتي تتعب مجهود، او انت ما تشوف واحد بيشحت اللي هو انت ازاي يا فقير يا كحيان انت مش بتشتغل، روح يتعلم لك برمجه كده ولا حاجه وانت قاعد تشحت كده على الفاضي. خد لك كل شيء اتش تي ام ال. ايوه بس هات لك اي سي دي ال كده يعني وهكر لك كام حاجه، انت فاهم؟ انت ايه رايك؟ في ايه؟ يعني ايه الاضرار اللي جت لأستا؟
ايوه الاضرار الطموح على الصحه النفسيه بتاعتك. لا يعني انت اكيد طبعا المرحله دي وصلنا كتير زي يوسف زينا كده، اللي هو الطموح المبالغ فيه لما كنت في المرحله دي كان اثر فيك من الناحيه النفسيه بايه؟ بص انا مش هقول لك ان هو الطموح الزايد بس اقول لك على الطموح عامه. فكرته عامه بالنسبه لي لو مثلا لو ما تحققش بالنسبه لي بيسبب كذا حاجه: توتر، الاكتئاب، قلق. فكره انك ما وصلتش لحاجه انت يعني المفروض انت عاملها نفسك اللي عاملها لنفسك، فانت بتحط نفسك تحت ضغط يعني ما يعلم بالله ربنا، اللي هو بقى يعني ازاي ما عملتش كده، ازاي ما وصلتش كده، ازاي ما حققتش ده. انك تقعد تفكر مع نفسك بالليل بقى يعني ازاي، يعني انت ازاي الزمت نفسك بحاجه، ازاي الزمت نفسك بحاجه وفي الاخر انت ما عملتهاش. فهي بتاثر اكيد، يعني بتاثر بقى على يعني بالنسبه لي لما تتوتر بتاثر عليك جسديا، بالتالي لما مثلا تتوتر وتكتئب مثلا هيأثر مثلا على علاقاتك الشخصيه، علاقاتك العاطفيه، فاهم؟ يعني دي الاضرار اللي كانت جت على لؤي بشكل عام. طب لؤي الطالب ايه تجربته؟ طب ليه؟ طب ليه تحط الدنيا على يعني افرض يعني الطالب مثلا عايز يتعلم بص هقول لك، يعني الطموح الاكاديمي بالنسبه للطالب الجامعي او الطالب عامه هو اغلبه بيبقى مبالغ فيه. بشكل عام يعني لانك مثلا ايه، الاول على المدرسه، الاول على الكليه، مش عارف ايه. هقول لك عشان بالك مثلا الطموح الاكاديمي مبالغ فيه مثلا للطالب في صوره بسيطه جدا: مثابه الطالب المثالي. يعني انا فاهمني ان الطالب ده هو احسن طالب على مستوى المدرسه على مستوى الكليه مش علاقه. لانك مثلا الطالب المثالي يقول لك على مستوى الجامعه مثلا محتاج تبقى جايب امتياز، تقدير عام امتياز، معروف ناس يشهد لك، الناس تشهد لك بالاخلاق كويسه، شاطر في شارك في علاقاته، ستودنت اكتيفيتي. يعني كذا حاجه. محتاج بقى واحد بيعمل حاجات كتير قوي. طب ومعنى اللي ما بيعملش كده هل هو مش مثالي؟ لا يعني هو عايز يطلع من هو مثالي طبقا المعايير اللي الجامعه حطها. لكن هو عايز يبقى مثالي بقى في التراك بتاعه، فاهم؟ فانت بقى مثلا حكايه ان انا ابقى مثالي في الجامعه اللي هو لازم انا اذاكر ودحيح الدفعه ودحيح الدفعه الله يهديهم ويبعدهم عننا. لازم اللي هو تحس بقى اللي هو يعني ايه الفرق بيني وبينهم؟ ما فيش فرق على فكره، هم عاديين جدا. هو بس هو شايف اتجاهه في حاجه وانا شايف اتجاه في حاجه. هديك مثلا على الحته دي. يعني طالب لسه في سنه اولى في كليه ألسن، انا هتعلم صيني مع الماني وسكن دروسي والانجليزي كده كده ايه اتفرج على من الافلام، ممكن مسلسل التركي كده مثلا ايه يعني مسلسلات ارقش بيها كده وانا نايم يعني. ايوه ولغه فاهم، لغه عبري مثلا. دي مثلا يشتم بيها اليهود، فاهم. فاهم؟ طبعا زي ما قلنا ان الطموح مبالغ فيه جاي من دافع من جواك مهم، يا اما تبقى اسمها ايه تثبت ذاتك، زي مثلا عايز تبقى احسن من ابن خالتك يعني، بعيدا عن كده يعني. ف فبرضه بيؤدي لحاجه كمان انت بتهمل جوانب كتير من حياتك، ومن ضمن برضه حاجه تانية اللي انت بتهمل اللحظه الحاليه، انت بتبص اللي هناك لقدام. يعني نور الطلب مثلا نور الخريج ده هيبقى عامل ازاي، فهو كله تركيز على الحته دي، فكل حاجه اللي هي الحاجه دلوقتي ضايعه. بالظبط، ما فكره بقى اللي انت بتقول فيها انا فعلا يعني حاجه كنت عاوز اشيد بيها، ان انت دلوقتي المفروض يعني انت دلوقتي معاك شايف مثلا نقطه بعيده، معاك عربيه، فانت المفروض تفول العربيه دي بنزين عشان تتحرك لقدام. بالظبط. لا انت بتفضل واقف منبهر بالحته البعيده دي قوي، منبهر بيها وعمال ترسم، ولو وصلت لها عمل ايه؟ طب ما تشحن عربيه بنزين وتروح. طب انت واقف ليه؟ فاهم؟ هي الفكره في كده، انت واقف ليه؟ فده رايي في الموضوع فعلا، المفروض ان انت تتقدم وتشوف هتعمل ايه. البنزين ده طبعا اللي هي الحاجات الصغيره اللي انت بتعملها، الانجازات الصغيره اللي انت بتعملها تفرح بيها، تقدر كل حاجه بتعملها، مش كل ما تعمل حاجه تشوف اللي جاي، لا عيش اللحظه. طب الاي يعني زي ما انت قلت القرارات اللي بتتخذ دلوقتي هي المستقبل، فازاي دلوقتي الواحد يقدر اللحظه اللي هو عايشها الحاضر، مع نفس الوقت يحافظ على طموحه او يخلي تركيزه برضه في المستقبل. لا انا كنت اقول لك لو حافظ على اللحظه الحاضره، يعني انه يعيش كانها اخر لحظه، يعني لازم ياخد القرار السليم، اخر قرار، فاهم؟ بحيث انه ياخد قرار اللي هو يبقى عليك ضغط، مش عليك ضغط اللي هو انت يعني حاطط نفسك ان ده مثلا ايه قرار مصيري، فاهم؟ تمام. لازم تبقى مركز في اللحظه دي لان هترتب عليه حاجات تانية بعد كده. بص انا في صوره بتعجبني قوي، هي منتشره وتقريبا لما اقولها اغلب الكل هيبقى عارفها، اللي هو الولد اللي واقف على السلم، السلم كله صبار وحاجات زي كده، وهو طالع والناس كلها بتشاور عليه تقول ناجح، وهو رافع ايده بتخرشم حرفيا. ايوه. ما عارف؟ شفتش السلم فيه ايه؟ عارفين انتوا الصوره دي؟ بيقولوا تمام؟ جت مع بالحظ مش اه عارف بالظبط، ايه. عارفين انتوا الصوره دي. الصوره دي معبره جدا، لان انت دلوقتي فعلا
انت لو هتحسبها، فانت المفروض هي حياتك تعمل حياتك كسله، فاهم؟ انت دلوقتي تاخدها خطوه خطوه، زي ما قلنا ان احنا زي ما نور قال ان هو البنزين بتاع العربيه ده هيبقى الخطوات الصغيره اللي انت بتاخدها دلوقتي. فدي وجهه نظري في الموضوع. صح. في نفس الوقت انت لما تشوف المستقبل وتبص على الحاضر في فجوة كبيرة قوي. انت مثلا في نظرك انت لما تتخرج مثلا انت معاك شقة بقى ومتجوز ومعاك عربية ومبسوط، بس انت دلوقتي انت حرفيا يعني كحة راب. تكح تراب يعني. تراب بنسمع تراب حتى مش الكبدة. تراب حتى مش طالع يعني. فده برضو يعني بيسبب يعني حالة من الاكتئاب برضو للشخص اللي بيعملها. يعني هو مش بيركز على الخطوة اللي بيعملها، هو بيركز على الخطوة اللي هناك آخر خطوة. اللي هو زي في كتاب اعلان مثلا الزلال لما قال لك انت بتركز على النتيجه مش بتركز على لا على الهدف نفسه. شوف بقى طريقه عملك ازاي ولا نتيجتك هتكون ازاي. انت بتركز على الهدف ايا كان بقى الهدف هتعمله ازاي او هيتعمل ليه. انت مش مركز غير على حاجه واحده بس. يعني مش كله ضرب يعني، بص ولا الصراحه كله سلبيات. انا بتكلم انت ممكن حاجه كم الصراحه احنا زهقنا منهم وزهقنا منكم فعايزين نخلص. احنا حاليا طموح ان احنا نخلص الحلقة دي يعني. ده طموح طبيعي. ده العادي يعني، فاهم؟ انت ايه رايك يا جو؟ ازاي تتعامل مع الطموح المبالغ فيها وايه الحل كده؟ بص، الحل للموضوع ده ان انا شايف ان تعمل بلان واضحه وصريحه، يعني بعيده المدى. يعني ما تبقاش مثلا ان عامل مثلا بلان للاسبوع ده، عامل بلان للشهر ده. لا، حط بلان لحياتك واكتبها. يعني انت دلوقتي مثلا عاوز مثلا يحصل 1 2 3 في وقت معين. مش معنى ان هو ما حصلش اعمل بقى بلان ايه وبلان بي والكلام ده، عشان معنى ان هو ما حصلش بلان بي ايه اللي انت عاوزها، لو جاب بلان بي ما تتدمرش نفسيا. فهو ده الحل القاطع للموضوع ده. ان انا شايف اللي هو حرفيا ما فيش، يعني هو ما فيش حل غير كده، ان انت ترسم حياتك وترسم حياتك هتيجي ازاي، وانت تحط اسوأ توقعات، تحط اسوأ توقعات بس، وانت رول. انت عامل فيها الدكتور ميرفي يعني قوانين مش نتوقع خالص الأسوأ يعني. عشان هو اللي هيحصل. مهندس جدا. دكتور كمان جدا. بص هو بالنسبه للطموح انك يعني انك تديره مثلا او انك تخلي طموح المبالغ فيه طموح عادي يعني. بس انت الاول تحدد اولوياتك. شوف انت عاوز ايه في حياتك الاول، تمام؟ وبعد كده بناء على كده هتحدد طموحك. يعني مثلا نفسك مثلا واحد في كليه ألسن مثلا نفسه كان يخش حربيه ما دخلش، لما يتخرج مثلا هيخش كليه ضباط متخصصين. هو خلال بقى الفتره بتاعت الكليه يشتغل، يشوف هو طموحه مثلا ايه ويشتغل بناء عليه على الحاجات اللي هو عاوزها. مش مثلا نفسك تخش مثلا كليه ضباط متخصصين تقوم رايح درس لي ماركتنج مثلا او نيجوشيشن. ما انت صح. ده هيعمل لك ايه وانت داخل هناك؟ صح. او مثلا انت مثلا عامل نفسك كذا خطه فماشي انت بقى هتعمل 1 2 3 عامل خطه ايه وخطه بي وخطه سي. خطه ايه مثلا عامل دي كده تمام، فانت تعمل كل الحاجات اللي بتاهلك تبقى كده تمام. خطه بي مثلا عايز تشتغل مثلا في سفاره مثلا او تشتغل تبع وزاره الخارجيه، ماشي. فانت هتشتغل بقى هتشوف مثلا الدبلومات اللي بعد ما تتخرج محتاجها ايه، بحيث انك لما تقدم لوزاره الخارجيه تبقى معاك الحاجات اللي مؤهله. عاوز تعمل شيفت كارير فتشوف مثلا الحاجه اللي انت بتحبها او اللي انت شاطر فيها. انت ممكن تكون شاطر فيها بس انت مش بتحبها بس انت شاطر فيها، صح. او انت عارفها مثلا كده بمحض الصدفه، تمام. تبتدي بقى تدرسها بجانب اللغات بتاعتك. مش شايف مثلا ان اللغات مثلا احسن حاجه، خلاص انت بتدرسها انك تعدي فيها تاخد شهاده تقدير كويس. هتحتاج طبعا الانجليزي ده كده شيء اساسي، بس انت بتبقى مجهز خططك لكل حاجه. وانت يا نور شايف ايه؟ قلت كل حاجه. ماذا سأقول بعد كل ما قيل؟ قول ايه يعني؟ سقف. سقف لنا طب. يعني يلا يا شباب، يلا نختم الحلقه العظمه دي بقى. يعني والله الحلقه بصراحه ما يتزهقش منها. لا بس قاعد مبسوط جميله بصراحة. جدا. قاعد مبسوط. طب انت بذمتك ما زهقتش منها؟ والله قاعد مبسوط. نور زهق وانا عارف وانا لا، زهقت مبسوط انا يا عم زهقت عادي الصراحه يعني. انا زهقت يا شباب. فبالتالي كده كده يعني طالما انت زهقت يعني ما ما تقولش. تكرههمش في الحلقه. هم اصحابي يا عم. ماشي يا عزيزي.